سنة 2005 بيلاقوا مجموعة علماء بردية أثرية بتثبت إن رقم 3 ستات مش هو الرقم اللي بيرمز للشيطان، وإن الرقم اللي بيرمز ليه هو 616. وبعدها بنروح لبيت رقمه 616 وبيبقى فيه عيلة من أب وأم وابنة وابنة، وبيكونوا نايمين في البيت، وكاميرات مراقبة البيت بتبقى شغالة وبتسجل اللي بيحصل، وبيكون في ضرفة في المطبخ عمالة تتفتح وتتقفل لوحدها، وبنلاقي إن الابن بيصحى من النوم لوحده وبيروح على مكتب والده عشان ياخد البندقية منها وبيعمرها، وبيروح على أوضة أهله وبيقتلهم هما الاتنين وهم في سريرهم. فبتصحى الابنة من الصوت وبتجري على أوضة أهلها وبتجري على أوضتها عشان تستخبى فيها، لكن أخوها بيدخل عليها وأول ما بيعرف مكانها بيقتلها هي كمان، وبعدها بينتحر بنفس البندقية. وبيبقى اللي حصل ده ملوش أي تفسير ولا سبب. وبتعدي 6 شهور على الحادثة وبنروح لجيم ومراته اللي كانوا على وشك الموت، وبيبقى بناتهم قاعدين معاهم، وبتكون والدتهم بتوصيهم على بعض وبتقول لهم ياخدوا بالهم من نفسهم لأنها عارفة إن موتها قرب بسبب زيادة المرض عليها. وبتتكلم مع راندي بنتها وبتقول لها إنها تخلي بالها من أبوها وستاسي لأن بيبقى واضح إن في مشاكل ما بينهم هما الاتنين. وبتتوفى والدتهم وبيبقى جيم قرر إنهم لازم يسيبوا البيت وينقلوا البيت تاني عشان مش قادر إنه يعيش في البيت ده من غير مراته، وكل ما كان فيه بيفكروا بيها. وبتبقى ستاسي بنته معترضة على اللي هيعمله لكن ما بيبقاش في إيديها حاجة، وبيعدي وقت طويل وهو بيدور على بيت مناسب ليه، وبيروح عشان يدور على بيت في مدينة تانية جديدة. وبيقابل السمسارة أوستن، ولأن أوستن خبرة كبيرة في بيع البيوت أول ما بتشوف جيم بتخمن إنه من بره المدينة كلها، وبتروح تقدم نفسها ليه وبتقوله إنها قادرة تساعده في اللي بيدور عليه، وبتودي لكل البيوت المعروضة للبيع لأن جيم بتبقى ميزانيته محدودة ولا بيت بيعجبه لأنهم بيبقوا غاليين أو رخاص أو وحشين. فبتعرض أوستن عليه آخر بيت وهو البيت رقم 616 واللي اتعمل فيه جريمة القتل، وبسبب سعره القليل بيحسوا جيم إنه صفقة كويسة جدا، وبيتعامل مع البنك عشان يقدر إنه يشتري البيت بأي شكل. وبينجح جيم أخيرا في شراء البيت من أوستن وبيطلب من البنات إنهم ينتقلوا فيه، وبينبهروا أول ما بيشوفوا البيت قدامهم. وكالعادة بيحاول جيم إنه يفتح صفحة جديدة مع ستاسي لكنها بترفض تسمعه لأنها ما بتطيقهوش، وبيدخلوا يتفرجوا على البيت من جوه لأول مرة. وبيبقى جيم موجود في الصالة وفجأة بيلاقي طائر دخل في إزاز المطبخ وبيموت قدامه، وبعدها جرس البيت بيضرب، ولما جيم بيفتح بيلاقي جيرانه ديفيد ومراته جايين يرحبوا بيه في الحي معاهم، فبينادي على بناته عشان يعرفهم على جيرانهم الجداد، وبيتفقوا انهم هيتغدوا سوا بعدين. وبتروح راندي عشان تنزل حمام السباحة بتاع البيت، وبتتكلم مع ستاسي انها تهدى شوية على والدها وتحاول انها تتعامل معاه كويس لان هو كمان مفتقد مراته جدا زي ما هم مفتقدين والدتهم، ومفيش سبيل ان اي حد يبعد عن التاني دلوقتي، وانهم عيلة وبيواسوا بعض. وبيجي الليل وبتكون ستاسي واخدة اوضة الابن اللي قتل اهله كلهم وبتكون نايمة، ونفس اللي حصل للعيلة اللي قبلهم بيتكرر تاني، ونفس الضرفة بتاعة المطبخ بتفضل تتفتح وتتقفل. وبتقوم ستاسي من النوم وبتروح ناحية باب الأوضة وبتفضل واقفة من غير حركة، وبيكون جيم سهران قدام التلفزيون وبتتحرك إزازة على رخامة المطبخ وراه لوحدها، وبتكون راندي موجودة في أوضتها وسهرانة لوحدها وبتسمع صوت جاي من بره الشباك، وأما بتبص بيبان خيال قدامها لقيت شخص على الإزاز، فبتصرخ في نفس لحظة وقوع الإزازة من على الرخامة، وبيجري جيم عليها عشان يشوف سبب صريخها وبتقوله إن في حد كان قدام الشباك بتاعها واختفى. فبيجري جيم لبره البيت عشان يتأكد إن مفيش حد موجود، وبعدها بيتصل بالشرطة وبيجيله جيمس المأمور عشان يطمن بنفسه، وبيكون جيمس هو اللي اكتشف جريمة القتل اللي حصلت، وبيكون خايف إنه يدخل البيت حتى، فبيفضل واقف بره البيت وبيتكلم مع جيم عن اللي حصل، فبيحكي له إن بنته شافت حد بيراقبها من شباك أوضتها وجري ورا بره البيت لكن ما لقاش حد، وشكك إن الشخص ده ممكن يكون استخبى في بيت ديفيد جاره. فبيقول له جيمس إن ديفيد بيبقى عمدة المدينة لكنه متواضع شوية وما بيحبش يقول لحد في أول مقابلة إنه العمدة، وبيبقى تفسير جيمس إن اللي شافته ده ظل ذئب مش أكتر لأن مفيش أي تفسير غير كده. وبينصح جيم إنه لازم يبقى معاه بندقية عشان يحمي نفسه بيها، فبيقول له جيم إنه معاه سلاح في بيته لكنه مش ناوي يستخدمه في أي وقت. وبتيجي ستاسي عشان تدي الفلاشة اللي فيها تصوير الكاميرات لجيمس عشان يبقى يشوفه يمكن يشوف حد فيه أو حاجة غريبة، وبيشكره جيمس على مساعدته. وبيدخل جيم البيت هو وبناته عشان يناموا، وبيجي تاني يوم وبيكون جيم ماشي في الشارع فبيقابل ديفيد عمدة المدينة وبيعزمه على الغدا في مطعم بالليل على الساعة 8، وهيبقى في كبار المدينة عشان يتعرف عليهم بالمرة. وبيبقى ستاسي وراندي موجودين في كافيه وبيشوفهم مات طالب في مدرسة المدينة، وبيروح يسلم على راندي وبيعرفها بنفسه وبياخد منها رقمها وبيعرض عليها لو يعدي بالليل عشان يخرجوا سوا ويعرفها على المدينة فبتوافقوا. وبيجي الليل وبيكون جيم بيجهز انه يروح غدا العمدة، وراندي هي كمان بتكون ناوية انها تخرج شوية في المدينة، وبيسيبوا ستاسي قاعدة لوحدها في البيت وبتفضل قاعدة في الصالة لحد ما باب اوضتها بيتقفل جامد لوحده، وبتفتكر ان والدها رجع البيت من تاني فبتطلع تتأكد بنفسها
أوضتها، وبتفضل تتمشى في الدور التاني لحد ما بتلاقي باب أوضتها فتح لوحده واتقفل تاني، فبتنزل تهرب من البيت وهي مرعوبة، وبتلاقي إن راندي أختها رجعت البيت ومعها مات، وبتقول لهم إن في حد في أوضتها، وبيروح مات جري على عربيته عشان يجيب المضرب بتاعه، وبيطلع أوضة ستاسي عشان يدور على الحرامي وما بيلاقيش حد موجود، وبتبقى ستاسي مش مصدقة إن البيت فاضي، فبتجري على أوضة الكاميرات عشان تشوف بنفسها اللي حصل، وبيطلع إن الهوا هو اللي رزع الباب بالشكل ده، وبتكون ستاسي الوحيدة اللي متأكدة إن في حد كان في البيت، وبتطلع تريح شوية في أوضتها وبتنام، وبتفضل راندي قاعدة مستنية أبوها وبتحكي له عن اللي حصل، وبيطلع جيم عشان يطمن عليها، وبيلاقيها واقفة قدام باب أوضتها وما بتردش عليه، وفجأة بتفضل تصرخ جامد وبتقع على الأرض، وبيوديها جيم سريرها لحد تاني يوم، وبيفرجها على فيديو الكاميرا عشان تشوف اللي عملته، فبتكون ستاسي مش فاكرة أي حاجة من اللي حصل ده، وبيخمنوا إنها كانت ماشية وهي نايمة ومش متحكمة في أفعالها، ومع ذلك بتفضل ستاسي حاسة إن في حاجة غلط في البيت، فبتسيب البيت وبتخرج مع أختها ومات وصاحبه مايلز، وبتحكي لهم ستاسي عن اللي حاسة بيه، فبيكون مايلز لسه هيتكلم عن شاب قتل عيلته اسمه كودي، لكن مات بيخليه يقعد ساكت وما يكملش كلام لأن الموضوع مش لذيذ إنه يتحكي، وبيغيروا كلام في الموضوع فورا، وبتخلص الخروجة بتاعتهم وبيرجعوا البيت عشان يناموا، وكل واحد بيروح على سريره لحد ما نفس اللي بيحصل لستاسي بيتكرر تاني، وبتقوم من نومه والمرة دي بتنزل لحد دولاب الأسلحة وبتقف قدامه، في نفس الوقت بيتشال الغطا من على راندي وبتقوم من النوم مفزوعة، وبيبقى باب أوضتها مفتوح وبيترزع جامد قدامها، فبتصرخ وده بيخلي أبوها يجري على أوضتها عشان يطمن عليها، وبيروح يدوروا على ستاسي وبيلاقوها واقفة قدام دولاب الأسلحة، وأما أختها بتلمسها بتفضل تصرخ برضه، وبياخد جيم الفيديو وبيوريه لجيمس المأمور لكنه ما بيتأثرش بيه، وبيقولوا إن صاحب الغطا ده من عوامل الجاذبية مثلا، والباب اللي بيتقفل ده بسبب تأثير الرياح، ومفيش أي حاجة غريبة في البيت، فبيأكد له جيم إن في حاجة بتحصل ومش مرتاح، ده غير إن بنته جابت سيرة شاب اسمه كودي عمل حاجة في الحي بس ما رضيتش تقولها له، وبينكر جيمس إنه يعرف أي حد اسمه كودي أصلا، ومفيش أي مشاكل حصلت في الحي من فترة طويلة جدا، وبيبقى واضح إن جيمس عارف حاجة ومخبيها، وبتبقى ستاسي وأختها راحوا لمات ومايلز عشان يعرفوا إيه قصة كودي واللي عمله في الحي، فبيحكي لهم مات إن كودي ده قتل أبوه وأمه وأخته الصغيرة وبعدها انتحر بنفس السلاح، وإن الجريمة دي حصلت عندهم في الحي لكن ما بيحددوش البيت نفسه اللي حصلت فيه الجريمة، وبيكملوا سهرتهم في بيت ستاسي لكن بياخدوا بالهم إن الحاجات بتتحرك لوحدها من مكانها، وساعتها مات ومايلز بيصدقوا كلام ستاسي وبيتجمعوا عشان يفكروا في تفسير للي بيحصل، وبيستنوا جيم عشان يحكوا له اللي حصل لكنه كالعادة ما بيصدقهمش، فبتحكي له ستاسي قصة كودي وإن الشاب ده أكيد كان ساكن في بيتهم، فبيقول لهم جيم إن القانون بيجبر أي حد يقول قصة البيت للمشتري قبل الشراء، وفي ورق البيت مفيش أي كلام عن جريمة القتل، وتاني يوم بيصحى جيم مفزوع لأنه بيشوف ستاسي بنته شكلها مخيف وبتصرخ في وشه، وساعتها بيقرر إنه يدور في تاريخ البيت، وقبل ما يتحرك من بيته بيلاقي ديفيد قدامه واللي بيقول له إنه عارف عن مقابلته بجيمس واللي قاله له، وإنه ممكن يساعده عن طريق إنه يقلل القرض بتاعه اللي واخده من البنك شوية مقابل إنه ما يعملش مشاكل وما يجيبش سيرة أي حاجة بتحصل في البيت لأي حد تاني، لكن جيم بيقول له إن اللي بيحصل ده بيحصل لعيلته ومش هيسكت إلا لما يفهم إيه اللي بيحصل عشان مصلحة بناته، وبيسيبه وبيروح على أوستن عشان يتكلم معاها بخصوص البيت، وبيسألها لو كانت تعرف أي حاجة خاصة بكودي والبيت اللي حصلت فيه الجريمة، فبتأكد لأوستن إن جرايم القتل اللي حصلت ما كانتش في بيته وملهاش أي علاقة بيه ولا ببناته، وإنه لو في حاجة حصلت في بيته كانت هتقوله قبل ما تبيعهوله، وبيبقى مضطر إنه يصدقها لأن مفيش أي دليل في إيده يدل على عكس كلامها، وبيفضل سهران مدة عندها، وبيبقى بناته خارجين مع مات ومايلز وبيرجعوا على بيتهم من تاني، وبسبب خوفهم من البيت بيناموا هما الاتنين في الصالة، لكن بيظهر إن في أطباق اترفعت من على الترابيزة وفضلت واقفة في الهوا، وبتقوم ستاسي من النوم وبتمشي ناحية دولاب الأسلحة تاني، وبتصحى راندي من النوم وما بتلاقيش أختها جنبها، فبتدور عليها، وأول ما ستاسي بتشوفها بتكون في إيديها البندقية وبتضرب عليها نار، لكن الرصاصة ما بتجيش في راندي، وبتطلع جري عشان تستخبى في أوضتها، لكن جيم بيكون وصل، فبتروح ستاسي تستناه ورا الباب عشان أول ما يدخل تقتله، فبتنط عليها أختها وبتمنعها من قتل أبوها، وبتجري ورا البيت عشان تجيب أي مساعدة، وبترجع ستاسي من تاني لأوضتها وبتفضل تتشنج جامد كأنها ملبوسة، وبيكون والدها بيحاول يفتح عليها الباب وبيشيلها من على سريرها عشان يهرب بيها بره البيت فورا، وبيخرجوا كلهم من البيت بسلام، وبعد 6 شهور بيكون جيم رفع قضية ضد البنك وضد الشركة اللي باعت له البيت وضد أوستن نفسها، وبيبقى سهل جدا على محامي جيم إنه يكسب القضية بمجرد ما بيعرض الفيديو اللي فيه كودي بيقتل أهله في نفس البيت، وجيم بيقدر إنه ياخد تعويض كبير من الشركة ومن أوستن كمان لأنها عرضت حياة بناته للخطر، وبياخد الملايين من البنك وبيروح على بناته في أوضة الفندق، وبيطلع إن جيم والبنتين اللي معاه دول عصابة نصابين بينصبوا سوا ومش عيلة أصلا ولا حاجة، وإن جيم كان عارف قصة البيت
من زمان واللي حصل فيه، ولما عرف ان البيت مش بيتباع بسبب الجريمة اللي في رقاب السمسارة بتاعته، وعرف انها ناوية تخبي على المالك الجديد قصة القتل، وساعتها تقدم هو عشان يشتريه. وكل اللي حصل في البيت كان من تفكير ستاسي وراندي عشان يوهموا اي حد ان البيت مسكون، والست اللي ماتت ما كانتش امهم اصلا انما كانت نصابة معاهم، وبيكونوا هم التلاتة متجمعين في اوضة واحدة عشان يقسموا الفلوس عليهم. وبتودعهم ستاسي لانها ناوية تسافر وتسيبهم، وبيشربوا كلهم نخب الانتصار. لكن ستاسي بتسافر بكل شنط الفلوس لانها بتبقى قتلتهم بالسم اللي حطته في المشروب بتاعهم، وبتكون هي اللي فازت بالفلوس كلها لوحدها. وبس كده بيخلص الفيلم.